حفظ هذا المصحف القرآني عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إلى أن ولي عثمان بن عفان الخلافة. تناول في خلافة عثمان نسخ المصحف إلى عدة نسخ، واختلف في القراءات، اختلف المسلمون في القراءات، وكان ذلك خاصة في فتوح أرمينية وأذربيجان. كان الاختلاف بين الشاميين والعراقيين، كل كان يقرأ القرآن بلهجته، حتى كادت تقع فتنة بين الشاميين والعراقيين. وكان في ذلك الجيش الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فعاد سريعا إلى المدينة، وأعلم عثمان بن عفان بما جرى من الاختلاف والفتنة التي كانت صارت بين الشاميين والعراقيين في النطق وفي قراءة القرآن، وقال له: أدرك أمة المسلمين واجعل لهم مصحفا على صعيد واحد. فاستشار عثمان كبار الصحابة في الأمر، واتفقوا على كتابة المصحف على لهجة قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيلة قريش. واستدعى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة أخرى زيد بن ثابت الأنصاري، وزاد معه عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن مخزومي، لأنهما كانا يعلمان لغة قريش، ليكون له عونا في كتابة القرآن على لهجة قريش. وقام هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بكتابة المصحف الذي سمي المصحف العثماني، وهو الذي بين أيدينا اليوم، نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه. وبعد أن أتم العمل وقاموا بنسخ عدة نسخ، وبعثوا بتلك النسخ إلى مصر والشام والعراق وبلاد فارس وجميع الأمصار العربية. هذا هو كان سبب جمع القرآن. شكرا. معكم الأستاذ أسامة أبو الحسين.